تفتكروا ازاي وجبة بسيطة زي الزبادي أنقذت ملك فرنسا؟ تعالوا معايا نشوف السر ونشوف رحلة الزبادي من الصدفة لحد ما بقى جزء من كل بيت. البدو كانوا بيحطوا اللبن الطازة في قرب مصنوعة من الجلد علشان يشيلوه في سفرهم. مع حرارة الشمس وحركة الجمال ابتدى يتكتل ويتخمر وتحول لحاجة جديدة هي الزبادي. في مصر القديمة لقوا رسومات بتوضح عملية تخمر اللبن لتكوين الزبادي. في العصر العثماني الزبادي كان بيتقدم في القصور كأكل ودواء. زمان كانوا بيعملوا الزبادي زي كده بالظبط بس من غير خلاط ولا تلاجة، بيغطوه ويحطوه في مكان دافي وبعد ساعات بيبقى جاهز. تعالوا بقى احكي لكم حكايه. اللي حصل ان في اوائل القرن ال16 ملك فرنسا تعرض لمرض معوي شديد، والاطباء الاوروبيين وقتها ما عرفوش يعالجوه. جه السلطان العثماني بعت له طبيب ومعاه وصفه غريبه هي الزبادي. الملك لما بدا ياكله حالته اتحسنت بسرعه، ومن هنا اوروبا سمعوا عن الزبادي. في اوائل القرن العشرين العلماء اكتشفوا ان الفلاحين البلغار عاشوا اعمار اطول بسبب اكلهم الزبادي يوميا، ده غير طبعا فوائده الكتير للبشره وتقويه المناعه والهضم. يعني من صدفة بدوية لعلاج ملك لسر طول العمر، ولحد دلوقتي جزء من كل بيت. قولولي بقى بتحبوا تاكلوا الزبادي ازاي؟ بالعسل ولا الفواكه ولا سادة زي زمان؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم.